غير طيب الاتفاقيين. نقول لكم هارد لك كابتن مبارك. اليوم الفيصلي رسميا بقى الاتفاق ما زال في المعمعة، ما زال مواصل في المعمعة الاتفاق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. كان ناويين ناخذ 3 نقاط بس ما الله أراد وخذنا نقطة واحدة. زي ما أنت شايف ما كورنر، هم صحيح إنه كانوا ماسكين كورة علينا وكورنر واحد بس وجاء فينا هدف في آخر الدقائق تقريبا. جميل. ولكن مبارك من وسط المباراة، يعني المشاهد اللي تابع هذه المباراة اليوم، الاتفاق ما كان حاضر بقوة، ما كان ماسك كورة في منتصف الملعب. الفيصلي في الحالة الفنية أفضل من الاتفاق اليوم. صحيح زي ما أنت شايف، حنا ما اخفي عليك كنا داخل المباراة وحنا زي المضغوطين شوي، نبغى 3 نقاط بأي طريقة. ودخلنا الشوط الثاني يمكن ما ركزنا، مسكوا علينا لعب طبيعي، اللي يمسك كورة هو اللي يتسيد المباراة. متى الاتفاق يمسك كورة ما بقى شيء مبارك، يعني وضع الاتفاق الآن مهدد بالهبوط، وضعكم خطر، مباراة قادمة مع فريق كبير مثل الأهلي. متى يمسك الاتفاق كورة؟ متى يلعب كورة الاتفاق؟ مباراة واحدة باقي. زي ما انت شايف والله حنا قاعدين نسوي اللي نقدر عليه، يعني نحاول ان ناخذ 3 نقاط ونضمن البقاء. زي ما انت شايف الوضع الاتفاق مرة خطر، بس ان شاء الله مباراة الاهلي نقدر نكسب 3 نقاط ونفرح الجمهور. ما عليه صح ان قصرنا معهم كثير، بس باذن الله ان شاء الله مباراة الاهلي، ويمكن بكره النتائج باذن الله تخدمنا. زي ما انت شايف ان شاء الله يا رب يوفقنا ان شاء الله. الله يوفقك. شكرا لك مبارك، شكرا لك. كل الشكر لمبارك. وجه ايضا نتواصل. التفريط بالنقاط من مباراة لمباراة، يعني لا زالت الاتفاق ضائع في دوري عبد اللطيف جميل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على كل حال. المباراة اليوم الكل شاف يعني من البداية نهايتها لنا، لكن في الأخير غلطة بسيطة. ما أقول الحمد لله رب العالمين على كل حال. فقدتوا التركيز بالعشر دقائق الأخيرة؟ والله ما هي مسألة تركيز، مسألة توفيق من رب العالمين، وفي الأخير نقول الحمد لله على كل حال. أمام الأهلي المباراة القادمة أكيد أنها صعبة، وأنتم أيضا في حاجة للنقاط. أكيد بكل تأكيد، ما بقى لها المباراة يعني آخر مباراة في الدوري، وإن شاء الله نطلع بثمارنا إن شاء الله فيها. العافية عبد الله. الله يعافيك. شكرا.